من أسرع الأكلات اللي ممكن تعمليها وكمان هتطلعي بنتيجة حلوة جدا. مش لازم نقف في المطبخ كتير علشان نطلع أكلة تكون طعمها حلو. يلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف هنعمل ايه النهاردة مع بعض. أكلتنا كده سهلة وبسيطة وممكن أي حد يدخل يعملها هيطلع منها نتيجة حلوة جدا. 5 دقايق وهتطلعي وهتكوني عاملة أحلى أكلة لأولادك. يلا بينا نشوف هنعمل ايه مع بعض. جبت الصينية اللي هستخدمها، حطيت فيها كده يعني 3 معالق من الزيت، وهنزل بقى معايا السجق البلدي الجميل ده. هنبتدي ننزل بيه بعد ما نسخن الزيت كويس قوي. ما تكتريش الزيت لان السجق بيكون فيه نسبة دهون فبينزل برضو نسبة دهون معاكي. خلاص ممكن بقى تستخدمي سمنة او زبدة لو حابة، زي ما اتفقنا اي مادة دهنية انت بتحبي تستخدميها استخدميها في الاكل بتاعك على نار عالية بقى. وهبتدي كده ايه انزل بيه لحد ما يبتدي يتحمر معايا ويدخل معايا في اللون الجميل ده. لحد هنا سهل جدا وريحته تحفة. خلاص هبتدي اقلب فيه كده كويس جدا. وهو بقى على النار بكون انا مجهزة بقى معايا بصلاية كبيرة او بصلتين وسط. هتبتدي تقطعيهم بقى كده ايه قطع رفيعة، تمام، يعني شرايح كده، وتبتدي ايه تنزلي بيهم كده على جنب. خدت السجق كده على جنب، وبعد كده هنزل بالبصل بقى. وهنا كنت هديت النار شوية علشان البصل بتاعنا انا عايزاه يدبل كده شوية. والبصل بقى بيدبل على النار كده، هبتدي اقطع في السجق وهو في الصينية زي ما هو كده. قطعته بعد ما استوى علشان يكون شكله حلو معايا وما يكونش ايه يعني بيبقى سهل في التقطيع بعد ما يستوي شوية. خلاص هقطع كل السجق كده بنفس الطريقة، وممكن كمان ما تقطعهوش براحتك لو حباه زي ما هو. لو حابة تقدميه زي ما هو سليم كده بيكون حلو برضو وجميل. فدي يعني حاجة براحتك خالص. البصل كان دبل معايا شوية بقى، هبتدي اقلبهم مع بعض. كنت خلصت التقطيع كله بتاع السجق، ونبتدي نقلبهم كويس قوي مع بعض. هكون مجهزة كمان 3 حبات من الطماطم مبشورين، هننزل بيهم. وبعد كده هنبتدي نشوف التوابل بتاعتنا اللي احنا هنستخدمها. ضفت كمان معلقة من معجون الطماطم الجاهز. طبعا هنظبط الملح بتاعنا، ربع معلقة صغيرة من الملح، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وكمان ضفت ربع معلقة صغيرة من السبع بهارات. ما تزوديش الملح بتاعك في السجق لأنه بيكون هو كمان مالح شوية، فحطي شوية صغيرين وبعد كده تدوقيه. ولو حب ملح تاني هتزوديه رشة بسيط. هنقلب بقى كل الحاجات دي مع بعضها، وهغطي عليها واسيبها لحد ما الطماطم بتاعتنا تتسبك كده، والبصل برضو يدخل على التسوية، والسجق كمان يكمل تسويته براحته. على نار هادية هسيبها 5 دقايق كده لحد ما الطماطم بس احس ان هي اتسبكت وتقلت معايا شوية. نديها بقى التقليبة التمام. وهكون مجهزة برضو فلفل الوان على كده قرن سبايسي، اي حاجة عندك استخدميها، ما توقفيش نفسك على حاجة. خلاص هنديها برضو التقليبة كده كويسة، وهسيبهم مع بعض على النار برضو دقيقتين بس. الاكلة دي كلها على بعضها ما بتاخدش يعني 10 دقايق على النار وبتكون جاهزة معاكي. بتطلعي بطعم حلو جدا. خلاص هغطي عليها زي ما قلت لكم، وبعد كده هنرجع لها تاني وهتكون استوت معايا وزي الفل. ريحتها بقى خطيرة جدا. جربي السجق زي ما انا عملته كده بالظبط بنفس الطريقة، وهيعجبك جدا. طعمه خفيف وحلو قوي. خلاص هنا بقى كان جاهز معايا. ممكن تقدميه على كده وممكن تكملي زي ما انا عملت، رشة كده من الجبنة الموتزاريلا على الوش. اي نوع جبنة عندك، جبنة تركي، جبنة شيدر، زي ما بتحبي. مش حابة تضيفي اي جبن مش مشكلة، وهيكون طعمه حلو معاكي برضو وهيكون لذيذ وحلو قوي. اديتها كده رشة حلوة من الجبنة الموتزاريلا. هغطي عليها دقيقة واحدة بس يا دوبك الجبنة تسيح معايا، وهيكون معايا الطبق الخطير ده. طعم وريحة خطير وكمان بينجز معاكي في الوقت، ما بياخدش وقت خالص. يعني بتكوني لو مستعجلة بقى وعايزة تعملي حاجة سريعة كده او مالكيش مزاج تخشي المطبخ، هو ده الحل. وهقدمه زي ما هو كده. هفصل بس الجريل عن بعضه وهنقدمه زي ما هو كده. شوية بقى بطاطس لو حابة، شوية مخلل، هو مش محتاج حاجة. هتجيبي بقى العيش بتاعك وتعيشي حياتك بس كده، مش محتاج حاجة. عايزة اقولك رشة الجبنة الموزاريلا اللي على الوش دي بتغري الولاد، بتخليهم طبعا يعني حابين يدوقوا الحاجة ويشوفوا طعمها ايه. اي حاجة بتمط هم طبعا راشقين فيها يعني. فرشة الجبنة دي بتخلي شكلها حلو وبتشجع كمان اولادك اللي هم ياكلوا. تعالوا بقى ندوق مع بعض طعمه قد ايه كان جميل ولذيذ جدا.
بجد تحفة، سهل قوي وسريع وطعمه حلو. خلاص كده الفيديو بتاعنا كان خلص، والسجق بتاعنا كان شكله وطعمه حلوين جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، استنوني في فيديو جديد. باي.